كنت تعرفي ان في سر خطير بيخبوه عنك وهم بيعملوه ومستحيل اي حد يقولك عليه؟ لكن انا في الفيديو ده هقول لكم على كل حاجة بأمانة، ومش هخبي عنكم اي حاجة، وهقول لكم ايه اللي هتضيفوه وهيخلي معاكم القوام تقيل كده. النهاردة هنعمل مع بعض الحليب المكثف، لكن هقول لكم على اسرار وتريكات نجاح الحليب المكثف، وازاي تاخدي اللون بنفس علبة الحليب المكثف اللي بنشتريها من الشارع برقم، يعني هي معدية 200 جنيه. هاتيلي اول حاجه يا ست الكل 1.5 لتر من اللبن، ينفع يزيد او ينفع يقل براحتك، والسكر برده براحتك، بس مش هنقلل عن كوبايه علشان طبعا السكر هو اللي هيربط معانا، كانك بتعملي شربات. حطينا اللبن، هنحط كوبايتين سكر للتر ونص الحليب، وهحط 3 اظرف من الفانيليا علشان ريحه الفانيليا بتعززه جدا. الحليب المكثف ده من الحاجات اللي ليه استخدامات كتيره. اول حاجه الرز بلبن، تاني حاجه الايس كريم، تالت حاجه لو بنعمل تشيز كيك، رابع حاجة كيكة مثلا خرجت من الفرن ممكن نسقيها. السينابون بقى مش عايزة اقولك القطعة بكام من السينابون. فيبقى عندك الحليب المكثف وبتحتفظي بيه في التلاجة، ان شاء الله يقعد معاكي 6 7 8 شهور مش بيحصل له اي حاجة خالص، بس نتبع الخطوات وباذن ربنا هتعملي حليب مكثف احسن من اي حد. طبعا احنا بنحط الحليب هنا على البوتاجاز على نار هادية كأنك بتدمسي فول بالظبط، ونسيبه. هتلاقوا القوام بتاعه بيتقل مع الوقت، وحجم والكميه بتقل. انا هنا سبته تقريبا من ساعه ونص لساعتين على البوتاجاز لحد ما ابتدى معايا يتقلها سيكه. طيب لونه هيبقى معاكي عامل زي الشاي بلبن بس الفاتح، مش شاي بلبن الغامق، لا شاي بلبن فاتح جدا، لون سيموني كده. اول ما بياخد معاكي اللون ده تطفي البوتاجاز على طول. تعالي بقى اقول لك على التركايه اللي مستحيل حد يقول لك عليها. طبعا انا المقطع بتاع اللي هعمله دلوقتي ما تصورش، لكن هقول لكم عليه. بنجيب معلقتين كبار من الكريم شانتيه، ونجيب نص فنجان من اللبن الساقع، ونحط معلقتين كبار كريم شانتيه، وقلب قلب قلب، ونحطهم على الحليب المكثف ونفضيهم في اي بوله، نركنهم مثلا على رخامه المطبخ، وكل ربع ساعه قلبي كويس فيه، كل ربع ساعه قلبي كويس فيه. هتلاقي القوام معاكي بقى تقيل وكريمي وبنفس طعم وشكل وريحه اللي بتباع بره، بل بالعكس احلى كتير. بصوا شكله عامل ازاي. لكن لو فضلتي وراه على البوتاجاز لحد لما يتقل منه لنفسه، اللون هتلاقيه معاكي بقى غامق قوي وكاتم، ولا يا نرمين ده مش زي اللي انا بشتريه من الشارع. لا، بالمعلقتين اللي احنا هنحطهم الكريم شانتيه هيبقى زي بتاع الشارع كوبي بيست. عايزه اقول لكم مش هيفرق عنه اي حاجه خالص، طعمه رهيب. عملنا صينيه الشعريه من حوالي كام يوم، حاطين على وشها الحليب المكثف، بجد ممتاز رائع. يعني 1.5 لتر من الحليب مش هيكلفك اي حاجه خالص، وكوبايتين سكر، عكس ما تروحي تجيبي العلبه بره بمعديه فعلا بامانه ال 200 جنيه، وبيبقى سكره كتير جدا. انت هنا تقدري تتحكمي في السكر بتاعه. لو حسيتي ان انت قدرتي تستفادي مني اعملي لايك الفيديو وشير كتير كتير زي ما انت استفدتي، خلي كل حبايبنا يستفادوا. ما تنسوش تتابعوني على قناتي نرمين سمير، وباي باي.